الحمد لله. الحمد لله الذي باسمه يستفتح كل باب، وبذكره الجليل يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الجزاء والثواب. سبحان السامع لكل الأصوات المجيب لعباده على اختلاف اللغات، حبيب التائبين إذا أنابوا وأقبلوا وهجروا السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لنا معراجا لحضرته على بساط الآداب، ومنة من بحر رحمته نلقاه به يوم الحساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله، الإمام المقدم في كل محراب، الساقي عند الحوض بأعذب شراب، الحاضر مع ربه بلا غفلة ولا غياب، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تفتح لنا بها كل باب، وتزيل بها عن قلوبنا كل حجاب، وعلى آله وصحبه الذين سقاهم ربهم من كؤوس الرضا أطهر شراب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما ألهمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عباد الرحمن، نظر العلماء في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنفوها على 3 سنن، 3 أنواع من السنن. قالوا أن هناك سنن فعلية، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه سنة فعلية في أداة الصلاة. ثانيا، هناك السنن الفعلية القولية، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. وثالثا، هناك سنن تقريرية. ما معناها سنن تقريرية؟ هو ما فعله الصحابة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، يعني ما قال لهمش سيدنا صلى الله عليه وسلم توقفوا عن هذا الأمر، وهذا يفيد الإباحة، يعني ولو كان ليس مباحا لتكلم فيه صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى سنة تقريرية. ولكن هناك نوع من السنة تكاد تكون مهجورة في زماننا هذا، وهي السنن القلبية أو السنن الحالية، وهي التي تترجم حال قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أمته. ومن أعظم القصص التي تجسد خصلة هذه الخصال، ومنها موضوع خطبتنا اليوم، وهي سنة قلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة تسمى بسنة الاحتواء، سنة الاحتواء. ومن أعظم ما تترجمها قصة سيدنا شيبة ابن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. علاش يقولوا سيدنا شيبة يقولوا رضي الله عنه وأرضاه؟ لأنه صار صحابيا، ولأنه هذه قصة إسلامية. سيدنا شيبة كان من صفوف المقاتلين المسلمين في قريش،
وقتل أبوه وعمه في أحد، فعقد النية في حنين أن يخرج بنية الإجرام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نيته اللي خارج بها من منزله. شو يقول بكلامه؟ قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا، يعني في وسط المعركة، في وسط القتال، أن أصيب من محمد غرة، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها. وكان يقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتباع محمد ما اتبعته أبدا. هكذا كان حال قلبي. فخرج يوم حنين باتجاه ساحة المعركة بنية الإجرام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك ذنب بعد الشرك أعظم من الذنب هذا؟ ما نتصورش. فكل ما زدت اقتربت من الساحة كلما الأمر زاد استقرارا في قلبي. يقول لين وصلت للساحة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد، وبداوا يعني يتفرقوا الناس، وكأنه أنا قاعد نمشي له، يعني نمشي في اتجاهه. فيقول كلما اقتربت منه كلما استقر الأمر، لين وصلت وراح حضرة الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال لك أنا وصلت وراح فإذا بانشواظ من نار يخرج من الأرض بيني وبينه، فحطيت يدي على عيني خوفا من هذا الشواظ من النار. شو يقول؟ زعما ما كانت ردة النبي صلى الله عليه وسلم ساحة قتال، جاء رجل بنية الإجرام. شو يقول سيدنا شيبة؟ يقول: فأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم، حس بي، فيدور له صلى الله عليه وسلم ويضع يده الشريفة على صدره. دار من يده الشريفة على صدره. قل لك فوضع يده الشريفة على صدره ناداه صلى الله عليه وسلم، قال له: يا شيبة أدنو مني. مسح على صدره ودعا الله وقال: اللهم أعذه من الشيطان. يقول سيدنا شيبة: فوالله لو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان بي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدنو فقاتل. يعني من اللي كان خرج بنية الإجرام بالاحتواء صار صحابيا مكرما يقاتل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. في لحظة قلبت الموازين. وقال: فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، أعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله على الرحمة المهداة للعالمين. وهذا في رجل خرج كافرا بنية الإجرام وصار صحابيا مقربا لسيد الأنام. هذه بنور سنة الاحتواء أنه ضمه إليه صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل سائل هنا يقول: جميل القصة، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لا يقارن. أنا ما نقدرش نعمل شيء كما هذا، فكيف لي أن أنا نحب نحييها السنة هذه؟ كيف لي أن أخذ نصيبا من سنة الاحتواء؟ كيف لي أن أحيي هذه السنة العظيمة؟ أولا، إذا نوى أحدنا أن يحيي سنة الاحتواء عليه أن يطرق أبواب العلم والفهم بكل تواضع، ونسأل روحنا السؤال التالي: هل الزاوية التي نرى من خلالها مفهوم الذنب صحيحة؟ هل أحوال قلوبنا عندما نشوف الناس يذنبوا اللي نحسوه في قلوبنا صحيح أو ليس صحيح؟ هل تساءلنا يوما لماذا
الناس يذنبون، في حين أنه إذا أذنبنا نحن نلوج يعني أعذار أنفسنا. إذا احنا أذنبنا نقول الله غفور رحيم. أما إذا يشوفوا الناس يذنبوا نكاد نجزم أنهم من أهل النار، ولكن مع أنفسنا الله غفور رحيم. طرفتنا يا رب، ربي غفور. أما علاش ما نتصرفوش هكذا مع الناس؟ أولا يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفقه شيئا عن الذنب. شنو هو الذنب؟ الذنب يقول العلماء أنه عارض. شنو معنى عارض؟ العارض هو الشيء البراني الذي ليس من حقيقة ذات الشيء. شنو معنى الكلام هذا؟ الإنسان قلبه أصله ساكن مرتاح القلب، ولكن قد يطرأ شيء من برا يخلي فيه الغضب. الشيء البراني هذا يتسمى عارض، يعني الغضب عارض ماهوش من أصل القلب. كما المرض يتسمى عارض بالنسبة للإنسان ماهوش في ماهية الإنسان. كما أنت كي تقعد في الشمس ونقولوا احنا بلغتنا ضد البرنزة. البرنزاج هذاك اللون الأسود في البشرة عارض ماهوش من بشرتك، ماهوش من حقيقة البشرة بتاعك. جاءت شعاع الشمس فصار اللون ذاك في البشرة، فاللون هذاك يسمى عارض. شو معنى هذا الكلام هذا؟ يعني علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي القلب في أصله زكي تقي. إذا أذنب الإنسان جاتك النكتة السوداء. النكتة السوداء هذيك عارض، إذا استغفرنا مشات على روحها. فلا بد أن ننظر لذنوب الناس مش أنها فيهم هي، أنها عارض عليهم. نعطيكم مثال. توا شتاء نجم تكون مع ولدك ولا مع بنتك، حلوا الضوء في بيته ولا في أي غرفة أنت موجود فيها. قل له شنو تشوف؟ شوف في النور. يقول لك نشوف في النور. تقول له باين غمض عينيك. أرمي عليه الفراشية الأولى، الفراشية الثانية، الفراشية الثالثة. ليه ما عادش يشوف حتى شيء؟ قل له حل عينيك تو فاش تشوف؟ تقول لك الظلام يا بابا. تقول له ماهيش الظلام، ثم النور موجود. أنت محجوب، أنت محجوب، أما النور موجود. فالذنب بالنسبة للعاصي هو حجاب على القلب. فالذي يحتوي الناس يتعامل مع الحجب لإزالتها، لا يغضب يعني عن العاصي في ذاته، لأنه يعرف أن العاصي في ذاته تقي فيه نور لا إله إلا الله، ولكن صار محجوبا بالذنب. فالذي يحتوي الناس يتعامل مع الحجب فيحتوي. يعني الأب يحب ولده ولكن يغضب لوجود الحجب، ولكن يحب ولده. فهوني إبليس ينجم يطرق البيبان ويجي يوسوس. وش يقول لك؟ يقول لك هذاك اللي مازال كان نشوف المعصية ونشوف الناس تعصي في ربي، وأنا وأنت تحب تحتوي الناس وتتبس منهم هكذا ورا باش تتصرف هكاك، راه باش يتمادى في المعصية. لازمك تكون صارم، لازم تكون صام، احمي حرمات الله. هذا وسواس شيطاني في صورة وهمية للطاعة. لأن يا عباد الله احتواء الناس لا يتنافى مع شيئين. الاحتواء انك تحتوي خيرك وتصبر عليه وتطفي نار المعصية بنور الحلم وتقابل ظلمات الحجب بأنوار القرب. هذا لا يعني أنك ترضى المعصية، هذا ما يعنيش أنك ترضى المعصية. والغضب إذا شفنا الذنب هذه آية وعلامة على حياة القلب. الحمد لله إذا غضبنا إذا رأينا الذنوب هذه الحمد لله، ولكن الغضب لا بد أن يكون متوجها حيث يرضي الله لا حيث يرضي أنفسنا. وهكذا كان غضب الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويرى ذلك في وجهه الشريف
لأن حرمات الله انتهكت، ولكن في نفس الوقت يتوكل على ربه ليخرج العاصي من ظلمات ذنبه. ولهذا قال فيه سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الذنب يغضب، ولكن غضبه موجه لأن الحرمات انتهكت، غضبه مش موجه لذات العاصي. ذات العاصي يرحم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، مش الفاسق والعاصي. فنحن نكره الذنب ونحب المذنب، نكره الفسق ونحب الفاسق، لكن إذا تاب نفرح. فعلاش أنت ما تفرحش وتحتويه من الأول؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي لا ينافي الاحتواء هو أن تكون أحيانا صارما وصعيد إذا استوجب الأمر ذلك، ولكن لا يمنعنا الغضب من بقاء الرحمة في القلب. فالقلب كلما اتسع بنور الله اتسع للخلق كلهم. فالاحتواء هذا وصف من أوصاف القلب السليم، وهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة تجده حزينا إذا فلتت منه روحا. إذا فلتت منه روحا تجده حزينا صلى الله عليه وسلم. وهو يوم أحد روح له الفداء كان وجهه الشريف جرى عليه الدم وكسرت رباعيته كسرت. فالصحابة قالوا: يا رسول الله ارفع يديك، ادعو يا رسول الله. فاش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا في ساحة القتال، وهذا أعظم دليل على الاحتواء صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج النبوي مع الذنب، يرى الذنب عارضا يزول وحجابا يرفع حتى يسري النور للقلب فينتفع. جعلنا الله مصابيحا للهدى مغلقين لأبواب الأذى أبواب للخير والصفاء والاحتواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يمتلئ به القلب حبورا، ويكتسى به الوجه نورا، ويسكب به لأرواح المحبوبين شرابا طهورا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد مقرا بعبوديته فكان على طاعة ربه صبورا، ولأقدار مولاه شكورا. شهادة تدخلنا في حصن قولك الكريم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله أزكى خلق الله معنى وصورا، وأعظمهم ثوابا وأجورا، وأكملهم ضياء ونورا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من جعلهم الرحمن في سماء الهداية بدورا، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، من علامات صفاء القلب وأن الله خصك لاحتواء خلقه حب الخلق لك وآمالهم عندك، وأن الخلق يحسوا بأمان أنه يكونوا معك كما ربي أقام. يجيوك يشكيوا لك من ذنوبهم ويشكيوا لك من سيئاتهم ومن ابتلاءاتهم خاطر يحسوا معك بالأمان. هذا صفة القلب الذي يحتوي الناس، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. أتى أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وقال له: هلكت يا رسول الله. ايش قال له سيدنا؟ ما قالوش سيدنا صلى الله عليه وسلم: وشنو هذا اللي هلكت وشنو اللي عملت اخرج علي وانت شنو هذا وشنو هالحال هذا؟ ايش قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له: وما أهلكك؟ ينصت إليه يسمع فيه. قال له: وقعت على امرأتي في رمضان يا رسول الله. يعني جامع زوجته وهو صائم. هنا إشارة، شوفوا الصحابة كيفاش يحسوا رواحهم مرتاحين في أمان باش يجيوا يحكيوا كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه أنت إذا أقامك ربي في مقام توعظ فيه بالناس ولا تعلم فيه بالناس، ما يبدأوش لازمش يبدأوا يحسوا أنه خايفين منك ايش باش تقول،
يبدأ يقول لك والله خايف لنسأل ونحشم. بالعكس، لازم يقول هذا هو اللي لازم نمشي. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ المنهج النبوي في الاحتواء أنك تلقى حلول للناس. قال له هل تجد رقبة تعتقها؟ قال له لا يا رسول الله. قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له يا رسول الله ما صبرتش على زوجتي يوم مش نصبر نصوم شهرين متتابعين مستحيل. قال له فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال له يا رسول الله والله لا عندي. فمكث عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرج. وهنا إشارة إلى أن انتظار الفرج لا يكون إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوتي للحبيب بتمر جاوب 60 الإطعام 60 مسكين. فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال له تصدق بهذا أو الحمد لله ربي رزقك. فاش قال له؟ قال له على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين دابتي المدينة أهل بيت أفقر منا. يا رسول الله جاءت لي أنا ومش نصدق أنا راني رسول الله فقير. فيقول لك فضحك النبي حتى بدت نواجذه. يعني ضحك الله صلى الله عليه وسلم واش قال له أطعم بها أهلك. يعني فجعل الكفارة لنفسه وأهله ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بشيء يزيد عليه. فهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني في سنة الاحتواء دائما يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم نكره الذنب، ولكن لابد أن يكون حال القلب تجاه العاصي الرحمة واللين والاحتواء. هذا هو كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أنهج الخلق باتباعه، ومن أبهج الخلق برؤيته، ومن ألهج الخلق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله أكرمكم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكة قدسه فثلث بكم يا أمة محمد من جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على شفيع الأمة. اللهم صل وسلم على كاشف الأمة. اللهم صل وسلم على مجد الظلمة. اللهم صل وسلم على مولى النعمة. اللهم يا رب اصلح لنا بالصلاة عليه أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، وطهر بها ألسنتنا، واجعلها نورا في حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا، وظلا يوم القيامة على رؤوسنا. اللهم لك الحمد على ما هديت، ولك الشكر على ما أوليت، يا واسع الحلم، يا عظيم الرفق، ويا من سبقت رحمته غضبه وتجلى علينا بلطفه وعفوه. نسألك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، نسألك قلوبا رحيمة وأنفسا حليمة وأخلاقا كريمة وصدورا قد تسع لخلقك ما ضاقت الأمور، ومنهجا يطفئ الخصومات إذا حلت الشرور. اللهم ارزقنا الحلم كما كان نبيك حليما، وارزقنا الرفق كما كان صفيك رفيقا، وارزقنا الرحمة كما كان حبيبك رحيما، واجعلنا على خطاه ثابتين، وبسنته مقتدين، وبنور هديه مهتدين. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أدخلهم في حصنك الحصين، اللهم اجعلهم في حصنك الحصين، اللهم أسكنهم في حصنك الحصين، اللهم نور به فيهم البواطن وأصلح بهم المواطن، وجنبهم الفتن والمحن، واحفظهم من الآلام والآثام، وثبت لهم الأقدام على منهج سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات فتحا، وانشر علينا البركات رحماتك نشرا، والبسنا يا رب من لدنك فضلا وبشرا، واغفر لنا ذنوبا لا يعلمها إلا أنت، وامح عنا خطايا لا يغفرها إلا أنت، ونقنا وطهرنا من غفلة وتقصير لا يرفعهما إلا أنت. اللهم يا رب كل المساكين سندا، وللمستضعفين مددا، وللمظلومين عضدا، وللضعفاء عونا. اللهم إنا إليك محتاجون فأعطنا،
علينا، وعن الطاعة عاجزون فأقدرنا. اللهم أشرق علينا من أنوار الرضا وبركات المغفرة ما تبتهج به أسرارنا وتكتمل به أنوارنا. وصل اللهم على صاحب القلب الأنور والجبين الأزهر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.